الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها. جم عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها الممتنع. يا مساء الخير عليكم متابعيني الأعزاء، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. فيديو سلسلة روتينات الأيام اللي اشتغلنا بيهن بالبيت. وصلنا لهاي المرحلة الحمد لله والشكر، مرحلة اللبخ. وبالبداية شفتكم القاطع اللي سويناه، ورغم هذا أنا أغسل الملابس. أشوفكم هنا طرمة حتى لا تكوم علي الملابس، ومتواصلين بالترميم. بعدها طلعنا غراض المطبخ القديم حتى نحولهن بالجديد بعد ما لبخناه. وهنا فرغنا غراض الكاونتر، وقعدنا أنا والبنات نغسلهن برا، لأن السنك بعد السسو البواري مالته فماكو مجال. وهنا ما شاء الله هواي قعدنا نغسلهن أنا والبنات. والموتور ما شاء الله المي بالليل قوي يسوى واهس للغسل. غسلنا المواعين، وبعدها إن شاء الله نستمر نشوف إيش عدنا ما عدنا من شغل، وإحنا متواصلين بالشغل. يعني يوميا نقعد من الصبح للثنتين بالليل يلا نخلص. يعني تعرفون البيت اللي يصير بيه شغل عماله والعائلة بيه فيتراكم الشغل، وش ما نغسل يطلع رمل، وش ما نغسل يطلع رمل. هنا بعد وصلنا لمرحلة الصبغ. حبيت أصبغه لون أبيض، يعني ينطي إضاءة، أحسه يكبر المساحة. هذا مطبخي. هسه قعدنا الكاونتر وبدينا نبلش بالمواعين. هذا كيبل الكهرباء هسه سويناه احنا. هذا الاستقبال بعد ما لبخناه وصبغناه، وبدينا ننظف الأرضية. احنا نظفناه مرتين، ما أدري 3 مرات، بس نفس الشيء، تطلع رمل. هذا القاطع اللي سويناه، يعني سوينا هذا القاطع ألمنيوم، ما أدري سندويش يقولوا له، وباب داخلي، لأن قالوا ما يصير بس باب مدخل واحد للبيت. يعني لا سامح الله طق كهرباء فشي، لازم يصير بابين. ففتحنا من الاستقبال باب على الهول اللي سويناه. هول هو يعني هول داخلي، قاعدة عائلة البنات ينامن بيه. وهذا الاستقبال بدينا نرتب بيه تنظيف. هاي الروتينات يعني مجمعتها هاي الفترة اللي ما نشرت بيها. واللي يقولون انت فرحانة بهذا استقبالك وهو بسيط، أنا أقول الحمد لله. ما دام أنا مقتنعة أقول الحمد لله، حتى لو السقف مالته جينكو. هذا مطبخي، وهنا جيت أسوي عشاء. هنا الحشوة مسوية مال لحمة بعجين، وهاي أول معجنات مطبخي الجديد سويتها لهم للعشاء، جهزتها. هاي الكمية تقريبا 6 أكواب طحين، وأنا مسويتها اللي تحب تريدها مسويتها بالقناة. وهاي ثاني يوم سويت لهم تشريب مال دجاج أحمر. يعني أحمس البصل، أثرم البصل ناعم وخليه شوية يذبل يعني،
وأضيف عليه الدجاج وأظل أقلب بيه، وبعدين أذب المعجون أخلي عليه أذب. اليوم تعبانة اعذروني من الشغل اللي صار عندنا. أخلي عليه المعجون، وبعدها أضيف المي حار على الدجاج، وهنا البهارات اللي انتو تحبونها. أنا ضفت كاري وباربيكا وأخليها تفور، وبعدين الطماطة راح أسويها بالخلاط وأضيفها عليها، وشي عادي طبخنا وياها تمن حمار. هاي سوينا ثواب للأموات، ربي يرحمهم برحمته الواسعة. وبعدها بدي يعني نكمل ترتيباتنا. عندي هواي نواقص، عاجبني هواي أجيب زرعات اصطناعية أو زرعات حقيقية. إن شاء الله من يصير عندي روحة للسوق. وهذا ميز البلازما خليناه هنا بهذا الاستقبال، والبلازما علقناها بالهول بالحائط حتى لا تاخذ مساحة. هذا الهول هيك صار صغير حلو وبارد. هذا استقبال. وبعدنا السبلت ما معلقينه لأن كان بالتصليح. والحمد لله أنا فرحانة بهذا الشي ومقتنعة بهذا الشي، وبنعم رب العالمين علينا، رب يديمها. بس شنو الفرحة ما دامت الثلاجة احترق الموتور مالتها وأثرت على الأجهزة الكهربائية اللي بالبيت. بعدها وديناها للتصليح. وها صار عندي صالة خليت بيها الثلاجة والمجمدة والبراد، والسنك حاطته هسه مؤقت هنا على ما رب العالمين يرزقنا أفصل كاونتر يجي هو الكاونتر كامل هو والسنك مالته. هنا الغسالة مستمرة، الوجوه من المخاد راح تعرفون شغل وعمالة، البردات، الشراشف. وبعدها إن شاء الله نشوف شو عندنا من أشغال. هذا الزاهي جابوا لي إياه ما يوقف، ما أعرف ما أدري الملابس لين بيهن رمل هواي وتراب. هاي طرمت اللي كانت كبيرة صارت صغيرة، وهسه حايرين بالسبلت وين يخلونه. جابوا هذا الميز قالوا خلنا نشوف يصير على الميز، وبعدها الطرمة ما مرتبتها عدل. بعد عدنا بيها شغل يعني الواجهية إن شاء الله بعد هاي الفترة على ما رب العالمين يمكننا نرجع نلبخها، لأن بنات البناء يكلف والله. هنا شوفوا هاي من هالجهة صار باب الاستقبال، ومن هاي الجهة باب المطبخ، وخليت هاي البردة لأن صار باب قريب على باب الشارع. وإن شاء الله أريد أجيب بردة داخلية أو تول داخلي للمطبخ، باب المطبخ مناك. وبعدها تعبت وأنا غديتهم وكملت، وأنا صار هو غدا هو عشاء ما أعرف. حميت هاي اللحمة بعجين كنت مجمدتها مال قبل بيوم. وشقد نسبة حبكم للمعجنات اللي توصل هذا الفيديو، أتمنى تقولولي أنت تكملون مشاهدة الفيديو لو شوية من الفيديو وتطلعون. أريد نسبة حبكم للمعجنات شقد تكتبوا لي إياها. هنا شوية عيني خلينا ندلل نفسنا شوية، غلاس شاي ويا المعجنات، والحمد لله رب العالمين. وإذا أول مرة تشاهدون قناتي أتمنى تعجبكم وتفعلون جرس الاشتراك حتى كل ما ينزل فيديو انتوا تشاهدونه وتعطونا لايك وتعليق. وأرحب بالمتابعين الجداد اللي انضموا لقناتي. وهنا حبيت أنشر وياكم هذا الدعاء وهاي الصورة الجميلة. إن شاء الله يعجبكم هذا الروتين يوم من أيامي.